الخمام هذاك تاع شندير الفطور شندير العشاء هلكنا. انا كي تتلف لي الشن طيب وما نلقى بها وين ندير لهم هاد البطاطا صوتي اللي تجي تكتر بالبنه. وباش ناكد لكم باللي بنينه غادي نعطيكم الذوق. يا درا دقتوا قولوا لي كي جاتكم. المهم هيا نبداو. نجيبوا حبيبات تاع بطاطا اللي كنت نقيتهم وغسلتهم غايه، نبدا نقطع فيها القطع تكون متوسطه. بالنسبه لكميه البطاطا هنايا تكون على حسب افراد العائله. من بعد نجيبوا الكسكس تاعنا ونحطوا فيه الكميه هذيك تاع البطاطا، نغطيو عليها وندوها تتفور ونخلوها تطيب على خاطرها. دركا نجيبوا مقله ونحطوا فيها شويه من الزيت النباتي. نزيدوا البطاطا هذيك بعد ما تفورت وطابت معانا، نحطوا الملح. انا الملح حسب الرغبه، انا حطيت كميه لاباس بيها. نجيبوا سباتيول ونبقاو نحركوا غير بشويه، ما راناش باغيين البطاطا تاعنا تتعجن معانا. نقعدوا نحركوا تاني كما راه موضح، يعني هكا نهزوا المقله كي نشوفوها بدات تحمر نزيدوا لها التوابل اللي هما كمون، راس الحانوت، توم بودره وفلفل اسود. نخلطوهم قبل ونحطوهم مع بعض. نخلطوا غير بشويه هذوك التوابل اللي حطيناهم مع البطاطا حتى يتجانسوا معانا. نخلوها تزيد تتحمر. من بعد في الاخير كي حسيتها بدات تطيب وكاع، زدت لها هنايا كميه من المعدنوس اللي كنت قطعته. اذا توفر عندكم القزبر تاني ضيفوه. وكملاحظه القزبر والمعدنوس خلوهم حتى للتالي حتى تقرب الطيب عادوا ضيفوهم، لخاطر اذا ضفتوهم في الاول غادي ينحرقوا معاكم. خلطوا كلش غير بشويه. صراحه البطاطا هذه لازم تساعفوها بزاف لخاطر غير شويه تلصق في المقله. وها هي البطاطا تاعنا واجده. درك نطفيو النار ونروح نحطوها في طبسيل. انا ننصحكم بزاف باش تجربوها لخاطر اذا ما جربتوهاش غادي تراطيو بزاف تاع البن. وها هي وصفتنا نهار اليوم خلاصت. نتلاقاو في وصفه اخرى. وكما متوالفين نختموا الفيديو تاعنا بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهدكم في الجنة بصحتكم.